وللمباراة بشكل عام، وأريد أن أسأل عن وضعية الرجاء بعد هذه الهزيمة الأولى التي تنضاف إلى سلسلة من المباريات دون تحقيق الانتصار. هو صراحة للأسف أن الرجاء اليوم قدم مباراة جميلة جدا رغم الاختيارات المترددة للمدرب. أظن بأن كيف لعب الشوط الثاني كان لازم يبدأ الشوط الأول بهذه الطريقة. بوغرين بوزو هاد اللاعبين الأساسيين في الفريق كان لازم يكونوا حاضرين، لأنهما كانوا يخوفوا الفريق الخصم، ولذلك تراجع فريق الجيش الملكي. شفناه كيف تراجع في الشوط الثاني. الزنيتي ما لمس ولا كره، الكره الوحيده اللي جاتو تسجلت عليه وتضيع ضربه جزاء. واظن شوف امين، الى سالتك انت متابع الرجاء واي واحد، شكون اللي كيشوت ضربه الجزاء في الرجاء؟ بوزوق كان واقف على الخط. انت مدرب ولا اي واحد يقول له بوزوق هو اللي كيسدد ضربات الجزاء، هو اللي كيسجلهم. عمل التغيير ديك الساعات، ماشي بعد ضربه الجزاء. انا وقعت لي واحد الشيء طريف في المانيا. كنت في المانيا وكنت مصاب، وجا فول في الدقيقه الاخيره وانا واقف على الدكه. دخلني المدرب علشان الفول، سجلته وخرجت. والله العظيم كنا خاسرين بواحد، والله العظيم 1-1. شوف في بعض الاوقات في اشياء للمدرب اللي ممكن انها تضيف. يتدخل. بوزوق واقف على الدكه، صحيح. يجي واحد يقول له هو اللي كيشوت ضربات الجزاء. لذلك فاظن فينا كان ينقص بعض الاشياء للرجاء اللي اليوم كان ممكن يرجع المباراه، لانه عمل كل شيء، مر على الاطراف، خلق فرص، تسديدات للمرمى، تسديدات في العارضه، في القائم، ضربه جزاء تضيع، كل الاشياء. وفي الاخير ارتكب خطا ثاني اللي تسجل عليه فيه هدف ثاني. اظن بان الرجاء صراحه اليوم ضيع فرصه امام هذا الجمهور اللي جا شجعوا اليوم، ولكن الجمهور استمتع بمباراه جميله جدا رغم الخساره. اظن بان اللاعبين كلهم قدموا كل ما لديهم ومجهودات كثيره جدا في المباراه، على غرار زريده اللي تصاب، نتمنوا له الشفاء العاجل. كل اللاعبين هذه ضربه جزاء صحيح لو كان زعما الصراحه بوزوق هو المختص في ضربات الجزاء، لا نقص من بوغرين اللي لاعب جيد جدا، ولكن اظن بان الرجاء كان ينقصوا شيئا ما في هذه المباراه، وتلك الخبره. نعم. اللي كان ممكن تكون من بدايه المباراه، نقص الخبره في بدايه المباراه، لذلك لعب شيئا ما بتخوف، تسجل عليه الهدف الاول، بعد ذلك كان لا يلعب بالضغط وكان يريد ان يعود في المباراه، ومن جاته ضربه جزاء اضاع ضربه جزاء، ثم اظن بان تزاد عليه الضغط بعد ضياع العديد من الفرص. اظن بان الرجاء ممكن يبني على هذه المباراه من الناحيه التقنيه، انه قدم اداء مميز، انه كان هناك محاولات من اللاعبين جميعا انهم يقدموا افضل ما لديهم، وهذا شيء جميل، لكن لازم يكون هناك اكثر خبره في التعامل مع المباراه، خصوصا بعض الفترات اللي يكون الرجاء قريب من تسجيل الهدف، حذاري وترك المساحات في الخلف. إلى ردود الأفعال مشاهدينا مع مراسلنا مهدي فودي لنستمع ماذا قال ريكاردو سابينتو مدرب الرجاء ثم حارس الجيش الملكي، الحارس المتألق في هذه المباراة الخياطي. مرحبا مجددا لكم في الاستوديو إلى جانبي مدرب فريق الرجاء الرياضي كوتش. سيد المدرب، لحظات صعبة بالنسبة لكم، خسارة في بداية هذه المغامرة الأفريقية. ما رأيك في المباراة؟ ما رأيك أنت في المباراة؟ هناك فرص كثيرة ولكنكم أضعتم الأهداف. هل تعتقد أننا نستحق هذه النتيجة؟ هذا أمر جنوني، أمر جنوني. أنا لا أفهم بالمرة في كل مباراة يكون هناك سبب. نحن الأفضل، نحن نسيطر، نحن نستحوذ، نصنع فرصا أكثر، كل الفرص لدينا كرات على العارضة، ضربات جزاء ضائعة، وفي النهاية نخسر. هذا لا يصدق. كل شيء يحصل لنا في الحقيقة، والآن مع إصابة اللاعبين كذلك يبدو بأن الأمر ضدنا. هذا أمر لا أفهمه. نحن نحاول كل شيء. حارس المرمى كذلك قام بعمل جيد. نعم بالتأكيد قدم مستوى جيد جدا، وهو ربما أفضل لاعب في المباراة. حظا أوفر. شكرا. إذا كان هذا تصريح مدرب الرجاء الرياضي الذي يبدو كما تابعتم مستاء من الهزيمة أمام فريق الجيش الملكي على أرضه وأمام جماهيره. سنأخذ الآن حارس فريق الجيش الملكي أيوب الخياطي. ينضم إلي الآن أيوب الخياطي، رجل المقابلة بامتياز، تصدي لضربة الجزاء. أيوب، أنت رجل المقابلة اليوم،
معنويات كبيرة طبعا لأيوب الخياطي بعد التحاقه بالمنتخب المغربي، الآن يقدم مستويات طيبة مع فريق الجيش الملكي. مباراة وفوز مهم للزعيم في بداية أو مستهل المشوار القاري أمام غريمه الرجاء. الحمد لله، هادشي كيجيب بعمل ديال المجموعة. كل شكر لجميع اللاعبين، جميع اللي ساندونا. الحمد لله كنا عارفين ما تكونش مباراة سهلة، خاصة أن الفريقين عندهم شارع كبير، قاطرة الكرة الوطنية، والحمد لله كنا كنتسناو هذه المباراة باش تكون واحد الطبق أو كثورة على البطولة الوطنية، حيت عارفين المباراة ماشي سهلة، بزاف متتبعين، والحمد لله كنا في الموعد وهارد لك فريق الرجاء البيضاوي. ثقة كبيرة لأيوب الخياطي اليوم، تصديات بالجملة، تصديت لضربة الجزاء كما فعلت في مباراة الدوري المحلية السابقة أمام الرجاء. ما هو السر وراء كل هذا أيوب؟ الحمد لله، الشيء كيرجع الله تعالى أول حاجة، ومن بعد سند العائلة ديالي الكبيرة والصغيرة وكل من تاق فيا، وشكرا. سمحوا لي ما غلطش. شكرا لك أيوب، شكرا لك وهنيئا لكم بالفوز. دموع الفرح لأيوب الخياطي بعد أن قدم عطاء كبير جدا في مباراة اليوم أمام الرجاء، وكان حاسما وهو رجل المباراة في انتصار فريقه ب2-0 على الرجاء الرياضي. عودة إليكم في الاستوديو. كل الشكر لمهدي فوديدن. استمعنا لمدرب الرجاء ريكاردو سابينتو، وأيضا للخياطي الذي كما أشرنا كان أفضل لاعب في المباراة بتصديه لركلة جزاء وأيضا لمجموعة من الفرص الرجوية. كابتن ربيع، استمعنا إلى سابينتو الذي بدا غير راضي على كم الفرص التي يخلقها الرجاء، ليس فقط في هذه المباراة وإنما أيضا في المباراة السابقة، لكن اللمسة الأخيرة مفقودة. في عالم الكرة نقول إنه دور المدرب إنه يوصل الفريق منطقة العمليات. الرجاء يصل لكن لا يسجل، ما السبب برأيك؟ وهي ليس هذه أول مرة يقوم بها التصريح، أعتقد بأنه مر يبرر ممكن تصريح يتكلم فيه بنفس الطريقة ويستعمل نفس الكلمات بأنه لا يفهم لا يفهم لا يفهم. من سيفهم إذا؟ وأعتقد بأنه أول حاجة كاستينغ المدرب في البداية كان خاطئ، لأن شفنا خاصة بعد دخول اللاعب بوغرين على مستوى صناعة اللعب أصبح الفريق يلعب بشكل جيد، أصبح الفريق تتاح له الفرص عديدة، ثم إضافة إلى اللاعب النجاري اللي هو ممكن رأس حربة بالتخصص وليس الزرهوني، وبالتالي على المدرب كذلك أن يغير من بعض الأشياء التي يقوم بها داخل فريق الرجاء البيضاوي. أنه يلعب برأس حربة وهمي، لا أعتقد بأنه هناك فرق سواء محلية وحتى عالمية تنجح برأس حربة وهمي. اللاعب الزرهوني هو لاعب جناح، وبالتالي يجب إشراكه كلاعب جناح حتى أنك ممكن تحكم على أدائه. اليوم الزرهوني لم يكن جيد، وهذا في رأيي الشخصي لأنه لا يلعب في المكان الذي يجب أن يلعب فيه. بالتالي النجاري لما دخل أعتقد طريقة طلبه الكرة، عملية تعامله مع الكرة كان أفضل وكان جيد، كان ممكن يسجل لولا العارضة. ثم على مستوى تسجيل أهداف كما قلت، هو بطبيعة الحال نتكلم عن التوفيق، لكن كذلك نتكلم عن المهارة التهديفية. هناك لاعبين كانوا الموسم الماضي يسجلون أهداف، الكل في الخط الهجوم، سواء الزرهوني سواء النفاتي سواء كذلك اللاعب بوزوك. هؤلاء اللاعبين هذا الموسم غائبين عن التسجيل التهديفي، وبالتالي قد تكون كذلك حالة نفسية. الحالة النفسية والحس التهديفي يجب هناك أن يكون هناك عمل على مستوى التسديد، على مستوى تسجيل الفرص، على مستوى حتى أنه اللاعبين يتعودون لما يكونوا متمركزين أمام المرمى يعرف أين يضع الكرة وأين ممكن يتم تسديدها من أجل تسجيل الأهداف. أعتقد بأن اليوم صحيح لم يوفق نظرا لتألق الحارس الخياطي، يجب أن نعطي كذلك حق حارس المرمى الذي تألق، وهذه للمرة الثانية يصد ضربة جزاء على مستوى الدوري المحلي لنفس اللاعب بوغرين، وأعتقد بأنه اللاعب جيد في هذا المجال على أن يصد ضربة الجزاء. كما قلت هي مشكلة ليس مشكلة اليوم ومباراة اليوم، هي مشكلة مباريات منذ أن جاء المدرب بينتو لم ينجح في تسجيل الأهداف. نتكلم عن المباراة السابعة سجل هدفين فقط، وبالتالي الأكيد بأن هناك خلل وليس ممكن مسألة التوفيق من عدمه. نعم. ماذا عن تغييرات سابينتو كابتن عزيز؟ الصراحة التغييرات أنا زرهوني ما نخرجوش، زرهوني من اللاعبين اللي عندهم خبرة، ممكن إذا اختار أنه يلعب النجاري يخرج لاعب آخر يسامح في لاعب ممكن ساخو، يسامح في ساخو، بعد ذلك يدخل بوغرين ويدخل بوزو باش تخوف الخصم، على الأقل يكونوا لاعبين عندهم خبرة أكثر، لأن شفنا اللاعبين من يدخلوا
اعطوا اضافه كبيره جدا وكانت هناك سرعه. انا لا نقص مما قدمه ساخو في الماتش، قدم ولكن تنقص الخبره. شفنا في الشوط الاول كان امكانيه ان يكون اختيارات اكثر. شفنا بوزوق دائما كيخترق دائما في المباريات السابقه. اللاعبين صراحه كل ما ازداد الوقت هما كتزداد الضغط عليهم، ولكن لذلك فاللاعبين الخبره مهمين جدا. الرجاء فقد يعني اعصابه في وقت كان ممكن يعود في المباراه. في الشوط الاول كان ممكن تسجل عليه، في الشوط الثاني كان ممكن يتعادل وتسجل عليه. نعم. ولذلك فعندما تلعب امام فرق عندها خبره كبيره كفريق الجيش الملكي اللي عنده لاعبين عندهم خبره كبيره جدا وعندهم توازن وعندهم صراحه اوبرفيلود لم يتفلسف كثير، لم يغير كثير من اسلوب الفريق وطريقه اللعب فريق ومراكز اللاعبين. هذا يعطي انسجام وانسيابيه للاعبين. نعم. افضل. لذلك فالرجاء اظن بان اليوم قدم مباراه رغم الاخطاء اللي ممكن ارتكبها بعض اللاعبين، المدرب ضياع ضربة جزاء، ضياع الفرص، لكن مجملا نقول بأن الرجاء اليوم قدم واحدة من أفضل مبارياته رغم الهزيمة، لأن الهزيمة أتت اللي ما شافش المباراة يقول لك هزيمة صحيح ممكن الرجاء ما كانوش مزيانين. لا كان الرجاء قدم أداء مميز، لكن ضيع ضربة جزاء القائم، الفرص عديدة اللي أضاعها. ممكن ينقصوا ذلك راس الحربة اللي كان ممكن لو كان معاه مالونغو اليوم كان ممكن يسجل هدفين. دعونا الآن مشاهدينا نستمع لما قاله مدرب الجيش الملكي اوبرفيلود. مرحبا مجددا. يحضر الى جانبي الان مدرب فريق الجيش الملكي اوبرفيلود، المدرب الفرنسي. كوتش السيد المدرب، اولا تهانينا على هذا الفوز، ولكن دعنا نقول بانك لم تكن على الدكه اليوم. نريد ان نوضح للمشاهدين لماذا. في الحقيقه انا لا اعرف تفاصيل هذا الملف، هو ملف اداري في الحقيقه، وتلقينا بريدا الكترونيا الى الاتحاد الافريقي لكره القدم يقول بان الملف الاداري غير متكامل بالنسبه لي، او ربما غير جاهز للعمل، لذا ليس لدي تفاصيل. في الايام القادمه سيكون لدينا تفاصيل، لكن هذا اداري فقط لا شيء آخر. الاتحاد الافريقي يتحدث عن تعديل، انت لديك الشهاده اليس كذلك؟ ولكن يبدو بان هناك تعديل بتجديد كل سنتين اليس كذلك؟ نعم، هي البطاقه المحترفه التي يجب ان تكون متمومه من قبل الاتحاد الفرنسي. انا مدرب منذ 25 عاما، اذا لدي شهاده بالتاكيد، ولكن البطاقه الاحترافيه تم تأهيلها إلى المغرب كذلك. لدي بطاقة احترافية في المغرب، لكن يجب أن تكون فرنسية من بلد الأصل. الجماهير يريدون أن يعرفوا إذا ما كنت ستكون حاضر في المباريات القادمة في دكة الاحتياط أم أن مساعدك سيكون موجودا. جميل بلواحي. كلا، هي مشكلة إدارية بسيطة وبسيطة جدا، سيتم حل هذه المشكلة بسرعة كبيرة جدا إذا ما كان الاتحاد الفرنسي يقوم بعمله بسرعة كبيرة ويعطينا ورقة المطلوبة بسرعة. نعود على المباراة كذلك. أنت قدت الفريق من المدرجات، فوز للبداية في هذه المغامرة الأفريقية، فوز جيد أمام الغريم الرجاء، وأنت تصرفت في هذه المباراة بشكل جيد بمستوى جيد جدا من قبل أيوبي حارس المرمى. ليس من السهل أن تدير الفريق من المدرجات، أولا بالتأكيد هذا لم يسهل الأمور، لكننا تأقلمنا رغم ذلك. الكل قدم ما لديه، اللاعبون قدموا مباراة كبيرة وكبيرة جدا الليلة. أعتقد بأن هذا الفوز مستحق. في الحقيقة عرفنا كيف نسيطر على هذا الخصم رغم أنه في الشوط الثاني سببوا لنا الكثير من المشاكل، ولكن نحن لعبنا بذكاء وتصرفنا في المباراة بشكل جيد. في الشوط الثاني قمنا بامتصاص الضغط، وأظن بأنها انطلاقة جيدة بالنسبة للمجموعة. شكرا وتهانينا على الفوز. شكرا. كل الشكر لمهدي فودي الذي عرفنا عن الأسباب الرئيسية والحقيقية وراء عدم وجود اوبرفيلود في دكة بدلاء الجيش الملكي. استمعنا لما قاله هو المدرب. بطبيعة الحال سيكون سعيد بهذا الانتصار الأول في مشوار الجيش الملكي هذا الموسم. تحدث قبل قليل عن النجاعة الهجومية لهذا الفريق، وهي التي كانت السبب الرئيسي وراء إقالة المدرب السابق واستخدام اوبرفيلود. هناك من سيعتبر أنه النتيجة أهم من الأداء والطريقة، وربما نتذكر الموسم الماضي ترجي على سبيل المثال كان تقريبا يلعب بنفس الطريقة وكان وصيف للبطل. هل الجيش الملكي بالعناصر التي يتوفر عليها بقوة دفاعه الصلب يمكن أن يبني على هذه المباراة ليواصل ربما الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية، خصوصا أمام سان داونز الفريق الأعتى إذا صح التعبير إلى جانب الرجاء في هذه المجموعة؟
لا أعتقد ذلك أخ أمين. أنا بالنسبة لفريق الجيش الملكي هذا الموسم مختلف عما كان عليه في السنتين الماضيتين، سواء مع نصر الدين نابي أو حتى مع فرناندو دا كروز. كان الفريق على مستوى الأسلوب لعب، كانت هناك سلاسة، كانت هناك إمتاع، كانت هناك نجاعة، كان هناك تنشيط هجومي جيد، معناه أن كثرة الفرص ذاتهم تم كان يستطيع أنه يسجل ويفوز بهدفين وثلاث أهداف. أعتقد بأنه هذه المسألة وتيرتها تتراجع تدريجيا، خاصة بخروج نصر الدين النابي بالاتيان بمدرب بعد الانفصال عليه ثم إبيرفيلود. ولاحظنا المشاكل اليوم فريق الجيش الملكي حتى في المباراة الأخيرة ضد أعتقد اتحاد ورقة تعادل فيها بهدف لهدف. إذا تشاهد المباريات الأخيرة كلها لم ينجح إلا في تسجيل هدف واحد، وهذا ما لم يكن في كرة القدم. صحيح في بعض الأحيان يغيب التوفيق، يغيب التركيز، لا تكون في حالتك الجيدة، لكن أعتقد بأن النتائج تعطيك قيمة الفريق وكذلك قوته على المستوى الهجومي. أنك في كل المباريات باستثناء ممكن مباراتين فاز بالأولى ب4-0 والثانية ب5-0، غير ذلك لم ينجح إلا في تسجيل هدف واحد. وبالتالي أعتقد بأن اليوم إذا فعلا فاز بهدفين لصفر كما قلت، هذا راجع بالأساس يعني بالنسبة لي شخصيا للحارس المرمى، لأنه الفرص كثيرة أتيحت لفريق الرجاء البيضاوي إضافة إلى ضربة الجزاء. كما قلت على الأقل يتم تسجيل هدف، ولو تسجل الهدف كان ممكن تخرج النتيجة بتعادل. ولا ننسى بأن فريق الرجاء البيضاوي ظل يلعب ب6 دقائق في الوقت البديل ب10 لاعبين، لأنه هناك لاعب زريدة خرج كان من الصعب أنه يعود. وفي هذا التوقيت بالذات فريق الجيش الملكي سجل الهدف الثاني، معناه الفريق كان ناقص ب10 لاعبين. لهذا أقول بأن فريق الجيش الملكي يجب أن يراجع نفسه خاصة على مستوى تصرف اللاعبين، ويكون تصرف جدي والبحث دائما على أنه حتى لو كان فاز يحاول أنه يضيف الهدف الثاني ويضيف الهدف الثالث إذا أتيحت له الفرصة. لأن على مستوى اللعب صحيح أنك دافعت، لكن على مستوى التحولات لم يكن هناك ولا تحول. أنس الزنيتي لم نشاهده إلا في هذه اللقطة بالذات، وأنت تلعب في دوري الأبطال ولم تعود وكنت بعيدا من دوري الأبطال تقريبا. آخر مرة لعب في دور المجموعات في 2007، واليوم أنت متواجد تبحث عن مكانة لتمثيل المغرب، الكرة المغربية عفوا، لكي تذهب أكثر على أنك تتأهل من دور المجموعات، أنك تنافس على اللقب. لهذا قلت بأنه أكيد الفوز مهم، لكن على مستوى اللعب على مستوى الأسلوب فريق الجيش الملكي يعني يعود على ما كان على الأقل الموسم الماضي. شخصيا كان من أقوى الفرق على مستوى الدوري المحلي، وكان ممتعا لدرجة كبيرة رغم أنه لم يوفق في التتويج باللقب. كابتن عزيز، نختم بسؤال عن الرجاء الذي أكيد سيعيش على سفير ساخن بعد هذه الخسارة، خصوصا وأنها في المسابقة القارية 7 مباريات بدون انتصار. هل برأيك وجب الآن تغيير المدرب عفوا أم لأنه الرجاء النفسية يمكن أن تحدث تغيير أو الصبر وانتظار الحلول؟ هو دائما النتائج هي اللي كتحكم على المدرب، هي مرآة المدرب، ولكن العمل ايضا في التدريب والعمل اللي كيشوفوه الجماهير ايضا اللي كتتابع تدريب الرجاء البيضاوي، كيشوفوا هل المدرب يسير في الطريق الصحيح، لكن في بعض الاوقات النتائج لا تخدم المدرب. لكن معرفة أي مدرب جديد يأتي للفريق فهو يأخذ الوقت كثير لمعرفة السلسلة تاع الفريق، اللاعب في كيلعب، المكان ديالو المفضل، المكان الثاني وين تجرب، شكون اللي كيشوف ضربة جزاء. لذلك لازم ما تضيعش الوقت. اظن بان الان الخطا الدار من تغيير المدرب اللي كان غادي معاك ب3 ديال الانتصارات، تغير الان عملتي واحد الفرمله للفريق، تكسر تلك الانطلاقه تكسرات. الان لازم تبحث على انطلاقه جديده، واش تجيب مدرب اخر ثاني وبدا ثاني يعيد من جديد. الان صحيح اليوم المدرب كأنه مقتنع بالأداء، وإحنا كنا اقتنعنا بالأداء الرجاء اليوم رغم الأخطاء اللي ارتكبها هو في التشكيل الأولي للفريق، لأنه عطل ما كان في بداية المباراة، كان يلعب الشوط الثاني كما لعب الشوط الثاني يلعب الشوط الأول.
في ضربات الجزاء. التغييرات اللي كانت شويه فيها متاخره شيئا ما، لكن اظن بان مجملا الفريق قدم اداء مميز. وإلا كانت الاختيارات انه تغيير المدرب، فلازم تكون اختيارات منصبه نحو شخص يعرف خبايا الرجاء، وكل لاعب ما هي قدراته، ما هي المهام التي يقدر عليها، المهام اللي ما يقدرش عليها، التوظيف الصحيح. لذلك وربما اي رجاوي سيقول لك زيمباور بما انه حقق ثنائيه الموسم الماضي. للاسف وصلنا الى نهايه هذا الاستوديو. اشكرك جزيل الشكر كابتن عزيز.